ايه الوجبة دي؟ البط بياكل منها. صباح الخير. الموضوع النهارده مهم أوي يا جماعة، موضوع مهم أوي يهم كل مربي طيور. الموضوع يهم كل مربي طيور، غلاء العلف وازاي تواجه المشكلة دي. أنا عن نفسي ده خضار، تمام. دي بطاطا مبشورة، بطاطا أنا بشيرها، بطاطا مبشورة، بطاطا مبشورة. أكل بيت فايض، رز مثلا. لو ما عنديش أكل فايض، لو في لقمتين عيش فايضين ببلهم، لقمتين عيش بايتين تاني يوم ببلهم على البطاطا المبشورة، على شوية خضار. الوجبة اللي بعملها بتكفي البط طول النهار. دي حباية بطاطا كبيرة مبشورة، حباية بطاطا كبيرة مبشورة، حوالي ربع كيلو. ده كله كده حوالي ربع كيلو، تمام. اهو ده كله حوالي ربع كيلو. شوية خضار بخرطهم بالسكينة، قالوا برسيم، أكل بايت، عيش مبلول. ده عيش بايت، أنا بل العيش البايت. هجيب بعد كده العيش ده على الخضار. لو عايز احط عليه شويه دشيشه اوكي تمام، لو عايز احط على الخلطه دي شويه دشيشه تمام. مش عايز احط عليها حاجه، يبقى هو رقم واحد البطاطا، رقم اتنين الخضار او البرسيم. دي كل الاكله بتاعتنا اللي هحطها للبط. البط بتاعي اهو، ده البط البلدي اللي هحط له الاكل. اكل البط كله يقف عليا في اليوم بحوالي 5-6 جنيه، بحوالي 5-6 جنيه. انا عندي مش اقل من 15 بطايه، لو هوكل علف مش هوكل اقل من 40 جنيه علف، مش اقل من 40 جنيه علف. حبايه البطاطا الكبيره، حبايه البطاطا على الخضره اهي، بطاطا على الخضره على عيش، عملوا زي ما انتم شايفين كده طبقين. طبقين دول لو هوكل بدلهم علف مش هوكل اقل من 40 جنيه علف او 50 جنيه كمان، تمام. الاكله دي كلها مش مكلفه 5-6 جنيه على بعض. دي هوكل منها البط بتاعنا، يا ريت الكل يعملها. البطاطا بتبقى رخيصة في السوق، الكيلو ب2 جنيه ونص أو ب3 جنيه أو ب3 ونص، مش مشكلة. الكيلو يعمل معاك 3 أطباق زي دول. ايه الوجبة دي؟ البط بياكل منها. الفراخ بتاكل منها برضه. الفراخ بتاكل منها والبط بياكل منها. اقسم بالله توفير، توفير كتير قوي. عايز تربي وفر، شغل دماغك، ما تخليش الظروف تحكمك، انت احكم الظروف، انت ادرى بظروفك، انت تقدر تطوع اللي حواليك. انت اللي بتطوع امكانياتك، على قد امكانياتك بتمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.